سلام خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما وليداتكم وجميع المسلمين. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. بطبوط بطريقه سهله وبسيطه، تبارك الله كيجي مفشفش وخفيف بزاف. كتهزي بطبوطه بحال اللي ما هزه والو، ما كيجيش مدقس ولا كثره تدليك. تبعوا معايا اللي ما كيصدقش ليهم البطبوط يشوفوا الفيديو، وما تنساوش خاصكم البارطاج مع الاصدقاء والعائله. شكرا لكم بزاف كاملين كاع اللي متبع قناتي، كنشكروا بزاف. الله يسهل عليكم والله ييسر اموركم والله ينجح وليداتكم ويخرج لكم فيهم الخير ان شاء الله. درت البطبوط كبير ودرت بطبوط صغير على حسب بناتي باش يديوهم من المدرسه. هنا عندي الفورص او الدقيق الابيض وعندي الفينو. دائما كنغلبوا الفورص على الفينو باش ما كيجيناش ثقيل. وعندي الملح والخميره فوريه ديال الدار، هادشي اللي كندير فيه. وغادا نعجن البطبوط. هنا غادا نجمع البطبوط ديالي بالماء دافي. واللي يتفرج في الفيديو ديالي يتفرج فيه حتى الاخر فضلا وليس امرا. الله يسهل عليكم. راه ناقص ليا السويع، ما عنديش السويع، خاصني نكملهم باش ندفع المراجعه حيت كان محيدين ليا الربح. واللي مشترك في قناتي مرحبا، اللي ما مشتركش يشترك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. الله ييسر لكم والله يسهل عليكم. واللي كيتمنى شي حاجه ديال الخير يا ربي تيسر ليه، واللي مريض يا ربي تشافيه وتعافيه، واللي ميت يا ربي ترحمه وتغفر ليه. والله يعطيكم صحيحتكم والله يصلح وليداتكم يا ربي. من الاول رخفوها شويه باش ما تغلبكمش، حيت الا كانت قاصحه كتجي صعيبه باش غادي ترخف. هنا كندلكها بهذه الطريقه. راه كلشي كيعرفوا العجينه كاع العيالات المغربيه كتعرف تعجن. غير بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. درت بطيبيطات صغار على حساب بناتي باش نعمرهم لي مديهم المدرسه. هنا كيقراو كونتيني، كيقراو نهار كامل، كيتغداو في المدرسه كل نهار. واشنو كنصايب ليهم. وهنا تشهينا البطبوط، قلت ندير البطبوط نديرو بكسكروط ودرت ليهم هما البطيبطات صغار. صافي كنبقاو ندلكو نزيد الماء حتى كتبان لك ترخفات العجينه. ما تخليوش العجينه قاصحه، لان الا كانت قاصحه كيجي البطبوط مدقس وكيجي ثقيل. خاصو يكون العجينه خفيفه باش كيجينا البطبوط خفيف. وكنستمر بحال هكا كندلكها حتى كتبان لك دلكات مزيان صافي وكتجمعيها. هنا بعد ما دلكتها راه شفتوها مرخوفه، غندير عليها شويه دقيق، نخلط شويه الفينو مع الفورص وغادا نرشها من الفوق ونغطيها نخليها حتى تخمر. هنا بعد ما خمرات راه كتبان لكم خمرات، غادا نقرصها. تشكلوا الحجم اللي بغيتو. الا بغيتو غير البطبوط صغير غديرهم غير بطيبطات صغار. هنا راه غندير البطبوط كبير وغندير البطبوط صغير. واللي تفرج في الفيديو ديالي حتى لهنا ما تنساوش خاصكم البارطاج. الله يسهل عليكم. وهنا غادا ندير بطيبيطات صغار. دائما الحجم كتحكموا فيه نتوما. بغيتو بطبوط شويه صغيور غتنقصوا، بغيتوه مويان غتخليو قد هكا، بغيتو كبار غادي نزيدو شويه. هنا بعد ما شكلت البطبوط اللي بغيت، جاوني 8 كبار و 12 يمكن صغار. هنا راني قرصتهم.
كنقرصوه مزيان باش ما كيجيناش البطبوط غليظ. وهنا غادا نقرص هاد الطيبطات صغار، هنا تما قرصتهم وغادا نغطيهم نخليهم حتى يخمروا ونرجع معاكم باش نطيبهم. هنا راه خليتهم خمروا ودرت المقله، صبقت هاد الصغار هما الاولين غادا نطيبهم. كنطيب 5 ولا 6 في مره واحده. ها هما كيفاش كيجي، راه كيجي بطبوط زوين وخفيف. هنا درت 2 مقلات باش كنسربي. وهنا بعد ما كملت البطبوط الصغير هانتوما راه رطب وخفيف، راه كيجي خاوي من الوسط. وهنا كنطيب في البطبوط كبير تا هو، شوفوا كيفاش داير، راه خاوي تبارك الله من الوسط ومفشفش وخفيف. راه كاين اللي كلشي تيديروا البطبوط، ولكن كاين اللي كتلقاي عندها البطبوط شويه مدقس ولا ثقيل، كل واحد وطريقته. هذا راه كتجمع البطبوطه كامله توركي عليها، وملي كطلقيها كترجع عاديه، ما كيتعجن ما كيتقص ما والو. هانتوما تبارك الله كيفاش داير محمر وطيابو تا هو زوين كيبان لك مذهب. هنا راه باقا سخونه هاد البطبوطه. هنا الا بغيتو ديروا غير البطبوط صغير تشكلوا هاد العجينه كامله، راه كتعطيكم كميه كثيره، وكتخليوها في المجمد الوقت اللي بغيتوها. انا درت عير باش غادا نقضي المره الاولى، لان بناتي ب3 كيقراو، يلا غادي نقدوهم هذوك الطيبيطات، ندير لهم 3 ولا 4 لوحده. وهنا الفيديو ديالي غيسالي. شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم. وكنشكركم كاملين كاع اللي متبع قناتي.